نستقبله، ولا أحب أن يكون استقبالا تقليديا يأتي فيه العام بعد العام، ولا نكون في عام خيرا من العام الذي سبقه. إذن يكون الاستقبال والترحيب والتحية والفرح تحية صورية لا تعني رمضان ولا يحبها رمضان، فإن كنا نفرح به فنحن نحب أيضا أن يفرح بنا، وهو لا يفرح بنا إلا إن عشنا وقته كما أراده الله. عشنا وقته لا لذاته، ولكن لتنساح فيوضاته على كل حركاتنا في الشهور التي تليه. فمن أخطر الخطر أن تقتصر حفاوتنا بأي مناسبة دينية على أن نحيا زمنها، لأن المناسبة الدينية إنما جاءت في سلسلة دين يجب أن يعيشه الناس، كل الناس، الزمن كل الزمن. وإذا ما أردنا أن نعرف فضل هذا الشهر فلا أدل على فضله من أن يقول الله فيه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ثم يطلب منا تكريما لذلك الحدث في ذلك الزمان أن نستقبله بالصوم. والصوم هو كما نعرف إمساك عن شهوتي البطن والفرج نهار رمضان. والدقة في العبارة أننا لا نمسك عن الطعام جملة ولا عن النساء جملة، ولكن نمسك نهار رمضان عن الشهوتين. والشهوة شيء فوق الضرورة، والشيء فوق الضرورة يعتبر هوى ويعتبر شهوة. فإذا كان الله سبحانه وتعالى حين استهل سورة من سور القرآن بقوله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. فهو قد امتن على خلقه قبل أن يمتن عليهم بالخلق من العدم. امتن عليهم بماذا؟ علم القرآن، ثم امتن بخلق الإنسان. فكأن القيم مقدمة على أمر المادة. فإنسان في الحياة بلا قيم لا شرف له ولا فضل له ولا غاية سعيدة له، ولكن الإنسان بكل قيمه. والحق سبحانه وتعالى حين يخلق خلقه، ولله المثل الأعلى، نضرب المثل بالصانع حين يريد صنعه. إنه قبل أن يصنع الصنعة يضع في نفسه مهمة هذه الصنعة، ويضع في نفسه مقاييس هذه الصنعة، ويضع لها ما يناسبها حتى تؤدي مهمتها. إذن فالغاية من الصنعة تسبق الصنعة، كذلك الغاية من الإنسان تسبق خلق الإنسان. علم القرآن، ثم قال: خلق الإنسان علمه البيان. فإذا كان الحق سبحانه وتعالى قد أنزل القرآن في ذلك الشهر، والقرآن هو حامل منهج الله وهو المعجزة لتصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمعنى ذلك أن هذا الحدث الضخم، حدث القيم، يخط للإنسان حركة حياته المستقيمة الهادفة المهدية بمنهج الخالق. كان من شأن ذلك الحدث أن يذهل الإنسان عن مقومات مادته، أن يذهل الإنسان عن شيئين. عن الشيء الأول هو ما به
بقاء الذات وهو الطعام والشراب، وما به بقاء النوع وهو الأمر المعروف بين الرجل والمرأة. إذن فالإنسان له استبقاءان: استبقاء ذاته وحياته وذلك بالطعام والشراب، واستبقاء نوعه وذلك بما يكون سببا في النسل. كأن الحق سبحانه وتعالى حين أراد لنا أن نصوم رمضان الذي نزل فيه القرآن، على حيثية الصيام أن القرآن نزل فيه، فكأن القرآن جاء بالقيم، فكأن القيم من شأنها أن تذهل الإنسان عن الاستبقاءين: استبقاء الذات بالطعام والشراب، واستبقاء النوع بعملية النكاح. فشاء الله أن نستقبل الشهر بهما حتى ينصب القرآن على شيء يعترف بالقيم ويهتز لها. وإذا كان الحق سبحانه وتعالى قد ضرب لنا مثلا في كتابه أنه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ومعنى الخاشع أن يكون في منتهى الخضوع والانكسار والذلة، ومعنى المتصدع أن كيانه قد ارتبك، تماسك الذي فيه يرتبك لأن القرآن قد نزل. فمعنى أن القرآن ينزل في ذلك الزمن يريد الله منا أن نستقبله ذلك الاستقبال، وأيضا ليعلمنا بذلك الاستقبال شيئا يجب أن نعيه جيدا، وإلا مرت مناسبات الإسلام ومواسمه بدون أن نلتقط منها العبرة. الآفة أننا نستقبل المناسبة بما لا تحبه المناسبة، وذلك هو ضلال العمل البشري. ولو أننا استقبلنا كل مناسبة بما يناسبها لتأصل الخلق في الحياة وتأصل الكمال في الوجود، ولم تتضارب حركة الحياة عند الأحياء. إن الحق سبحانه وتعالى يريد منا أن نجوع نهار رمضان، وأن نمتنع عن شهوة الفرج نهار رمضان. حين نجوع يجب أن نلتفت إلى لفتة كونية في الوجود كثيرا ما يغفل الناس عنها. إن صنعة البشر حين ينعدم منها طاقة حركتها تقف. فالسيارة مثلا حين يفرغ منها البنزين تقف، والسلك حين يذهب منه التيار يقف. تلك صنعة الخلق. ولكن صنعة الحق يمنعك عن الطعام وعن الشراب، وفيك ذاتية الاستبقاء، فيك في نفسك ذاتية الاستبقاء. لم يستطع البشر أن يهب ذاتية الاستبقاء لصنعته،